اختفاء غامض للشاب إمزورن يتحول إلى جرح مفتوح لعائلتها. منذ أزيد من عام تعيش أسرة بمدينة إمزورن على وقع ألم لا يهدأ بعد أن اختفى ابنها الشاب مروان مقدم في ظروف يلفها الغموض خلال رحلة بحرية انطلقت من ميناء بن صار صوب ميناء موتريل الإسباني. مروان الشاب الطموح الذي لم يتجاوز 18 سنة عاد إلى وطنه ليقضي عيد الفطر بعد أن حصل على أوراق الإقامة في إسبانيا. كانت زيارته مليئة بالمشاعر والحنين، ولكنها تحولت فجأة إلى كابوس بمجرد أن قرر العودة إلى إسبانيا. صالح ميناء بن صار أكدت مغادرته الرسمية في حين نفت السلطات الإسبانية تسجيل دخوله. وبين تضارب التصريحات ظلت شركة النقل البحري المعنية بالأمر تلتزم الصمت، تاركة وراءها تساؤلات موجعة ومصيرا مجهولا. في خضم هذا الغموض لم تقف العائلة مكتوفة الأيدي، إذ تحول شقيق مروان إلى صوت صارخ في وجه التجاهل يحمل أملا لا ينطفئ في كشف مصير أخيه ويطالب بحقيقة غابت لأشهر طويلة. كانت صرخته تعبيرا عن وجع ما زالت تترقب خبرا يبدد ظلمة الانتظار. لا شيء أقصى من الانتظار سوى الغموض. هي قصة مؤلمة لعائلة لم تفقد فقط أحد أفرادها، بل ضاع معها راحة البال. ومع استمرار الغموض تبقى هذه القضية جرحا نازفا يستحق التضامن والمطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف من ينتظرون جوابا ينهي هذا الألم الذي استمر لشهور. كلنا مروان مقدم.